السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة هنعمل مع بعض خبز الحليب بطريقة سهلة كده وبسيطة، والمكونات ان شاء الله متوفرة عندك في البيت، تقدري تقومي تنفذيه حالا، وبجد طعمه تحفة خطير وهش جدا زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجة كده ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله مني كل جديد. يلا بينا على الفيديو. اول حاجه كده احنا هنعملها مع بعض عجينه الدقيق، وهي عباره عن نص كوبايه من الميه، ميه عاديه من الحنفيه، ومعلقتين كبار من الدقيق. هقلبهم كده كويس على البارد، وبعدين احطهم على النار او في الميكروويف لمده دقيقه. كل 30 ثانيه كده بفتح عليه واقلبه لحد ما يوصل للقوام اللي انتوا شفتوه. معايا بقى هنا نص كوبايه من اللبن، عليها معلقه كبيره من الخميره، ومعلقتين كبار من السكر، وهقلبهم واسيبهم على جنب لحد ما يخمروا. معايا بقى الدقيق بتاعي 3 كوبايات دقيق، ومعلقه كبيره من الحليب البودر، ورشه الملح طبعا، وهقلبهم كده على في العجان يعني. وهحط بقى على الخميره بتاعتي البضايه والفانيليا، وانزل بيه عجينه الدقيق اللي احنا عملناها في الاول على الدقيق، وكمان الخميره، واقلبهم كويس جدا. واخر حاجه هنزل بيها هي معلقتين كبار من الزبده. بصوا هي العجينه بتلزق وطريه كده حلوه. هسيبها تخمر بقى لمده ساعه، وبعد كده هنبتدي نشكلها مع بعض. هي طريه جدا زي ما انتوا شايفين كده. هقسمها ل4 كور، ومعايا طبعا التوست اللي هي القالب بتاع التوست. هحط فيه مسحه زيت، وابتدي اشكل العجينه زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. هفردها كده على شكل مستطيل، والفها زي الظرف، اطبقها كده زي الظرف، والفها بعد كده من الجوانب زي ما انتوا شايفين كده معايا، والفها كويس، واقفلها من الحته اللي تحت كده كويس جدا، وهحطها في القالب بتاع التوست. هسيبها تخمر برضو تاني لمده برضو تقريبا نص ساعه او ساعه الا ربع في الحر دوت، مش هتاخد وقت يعني. وهحط البوتاجاز، هولع البوتاجاز على 180 تقريبا، هتاخد نص ساعه. همسحها مسحه لبن كده من فوق. وكمان اول ما هتاخد لون، يعني في خلال التسويه دي، اول ما هتاخد لون هغطيها بفويل واسيبها تكمل تسويه. واول ما هتطلع من الفرن طبعا هنغطيها كده بقطعه قماش نظيفه او اي فوطه عندك، علشان تفضل طريه زي ما انتوا شايفين كده، وطعمها بجد تحفه، لازم تجربوها. يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش في القناه، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.